ازيكم يا جدعان؟ في الفيديو ده كده هرشح لكم فيه 5 افلام تتفرجوا عليها، والخمس افلام دولت هم مش افلام مشهوره جدا. هو ممكن يكون فيهم افلام معروفه، بس الفكره ان هي مش افلام تجاريه. يعني مثلا لو الافلام دي معروضه قدامك في السينما ما اعتقدش ان انت ممكن تخشها، يعني لان هي كده زي ما تقول ما فيهاش النجوم اللي ممكن تبيع الافلام دي، بالرغم ان هي افلام جامده جدا واحسن من افلام كتير جابت ايرادات. وبالمناسبه انا كنت عايز اتكلم عن اكتر من 5 افلام، بس هي الافلام دي اللي جت في دماغي وانا بصور الفيديو ده. ومن غير ما اتكلم اكتر من كده يلا بينا على طول نخش على الافلام دي. واول فيلم معانا هو نزل سنه 2007، يعني تقريبا كده نزل بقاله 17 سنه. والفيلم ده مش عارف ليه مش بيتعرض كتير، واما كان بيتعرض كان بيتعرض على قناه روتانا سينما زمان شويه، وانا لما كنت بشوف له اعلان او الاقي الفيلم نفسه شغال ما كنتش بهتم قوي بصراحه ان انا اتفرج عليه، لحد من سنه كده او سنه ونص قلت اما اتفرج على الفيلم ده كده واشوفه بيقول ايه. فشفته وعجبني جدا جدا، وهو فيلم في شقه مصر الجديده لغادة عادل وخالد ابو النجا. والحاجه برضو اللي كانت مخلياني ان انا عايز اتفرج على الفيلم ده ان هو من اخراج محمد خان، اللي نادرا لما تلاقي له حاجه نص نص او حاجه عاديه. يعني ميزه الفيلم ده ان هو فيلم بسيط بيتكلم عن واحده متاثره بالمدرسه بتاعتها، او كانت متاثره بالمدرسه بتاعتها وهي صغيره، ولما كبرت البنت دي حبت ان هي تروح تزور المدرسه بتاعتها اللي عايشه في القاهره، والبنت اساسا ساكنه في المنيا. والبنت دي قررت خلاص ان هي هتنزل القاهره عشان بس تروح تشوف وتسلم على المدرسه بتاعتها اللي كانت معاها من وهي صغيره، وحرفيا هي ما تعرفش عنها حاجه بقالها سنين. وزي ما تقول كده بقى ان هي بتدخل مغامره في القاهره وبتقابل اشخاص مختلفه عنها خالص، وكل ده في محاوله منها ان هي تلاقي المدرسه دي. هو فيلم انساني كده عامه، ارشحه لك طبعا ان انت تروح تتفرج عليه. الفيلم التاني هو فيلم ميكروفون. انا كنت فاكر ان انا اتفرجت على الفيلم ده من فتره كبيره قوي، واكتر حاجه كانت عجباني في الفيلم ده ان هو حقيقي جدا، بيوريك بقى معاناه الفرق الموسيقيه اللي كانت بتحاول ان هي تقدم حاجه مختلفه في الوقت ده، وبيوريك برضو الناس كانت بتشوفهم ازاي، والاهم من كده المسؤولين نفسهم كانوا بيتعاملوا معاهم ازاي، اللي هو يعني الطريقه اللي كانوا بيتعاملوا بيها مع الفنانين دول كانت عامله ازاي، وقد ايه طبعا اللي بيقدموه ده حاجه غريبه جدا ومحدش هيعجب بالكلام ده. وطبعا كان من الفرق دي فرقه زي مسار اجباري وفرقه واي كرو اللي بعد الفيلم ده اتشهروا اكتر. برضو اللي هيعجبك برضو في الفيلم ده ان انت هتلاقي الفيلم نفسه الميزانيه بتاعته تحسها قليله جدا. الكاميرا اللي متصور بيها الفيلم كانت تقريبا قيمتها في حدود من 8000 ل 10000 جنيه، مش متصور يعني بكاميرات سينمائيه غاليه جدا، لا التصوير فيه كويس وميزته ان هو بسيط، وكمان الفيلم طلع بصوره وبجوده عاليه. واللي مساعد في كده كمان ان الفيلم ده متصور في اسكندريه، ولو انت بتحب اسكندريه الفيلم ده هيعيشك جوه اسكندريه، لان اكتريه اللي بيمثلوا فيه اصلا من اسكندريه اساسا، ومجرد بس ان هم بيحكوا لك المواقف اللي هم بيمروا بيها. نيجي للفيلم الثالث وهو فيلم فوتوكوبي لمحمود حميده وشيرين رضا. الفيلم ده يعتبر مفيش حد بيتكلم عليه اصلا، مع انه فيلم حلو جدا ويستحق ان انت تتفرج عليه بصراحه. ده غير تمثيل محمود حميده في الفيلم ده اللي انت هتحبه جدا وهتتعاطف جدا مع الشخصيه اللي هو قدمها في الفيلم ده. حتى شيرين رضا لو انت مش بتحبها قوي كممثله، بس انا بقول لك ان انت هتحبها في الدور بتاعها في الفيلم ده. الفيلم ده بصراحه مظلوم، وكان المفروض ان هو يتشاف اكتر من كده. اكتريه الشخصيات اللي طالعه معانا في الفيلم الدور لايق عليهم جدا، زي مثلا بيومي فؤاد واحمد داش وعلي الطيب. ده حتى اللي عمل مشهد واحد في الفيلم زي يوسف عثمان هيعجبك جدا برضه. فاتفرج على فيلم فوتوكوبي وبقول له رايك فيه. فيلم الاصليين لماجد الكدواني وخالد الصاوي. يعني تخيل كده فيلم واحد فيه ماجد الكدواني وخالد الصاوي اللي هم يعتبروا اكتر اتنين في الجيل بتاعهم موهوبين وشاطرين جدا، وكمان معاهم ممثله في الفيلم شاطره جدا والناس بتحبها برضه زي منى شلبي. فانت هتشوف فيلم جامد. يعني الفيلم ده برضه من اخراج مروان حامد ومن كتابه احمد مراد. للاسف الفيلم ده ما خدش حقه زي بقيه افلام مروان حامد، ولا على مستوى الايرادات ولا حتى على مستوى المشاهدات بعد ما نزل على التلفزيون. يمكن عشان الفيلم ده ما كانش فيه نجم صف اول هو اللي شايل الفيلم، معتمدين عليه ان هو يجيب له الايرادات بقى ويجيب المشاهدات للفيلم ده، او مثلا القصه بتاعت الفيلم نفسه الناس ما حبتهاش او ما عجبهاش المود بتاع الفيلم اساسا. بس عامه يعني لو انت لسه ما اتفرجتش على فيلم الاصليين فانا بقول لك اتفرج عليه وهو هيعجبك جدا ما تقلقش. واخر فيلم معايا هو فيلم للايجار، واكتريه الناس اللي عرفت الفيلم ده هو عرفته في البدايه بان هو الفيلم اللي ما جابش ايرادات وقت ما نزل في السينما، وكانت قال وقتها ان هو جايب 0 ايرادات. فيلم للايجار يا معلم هو من بطوله خالد الصاوي ومحمد سلام، بيعملوا شخصيتين عكس بعض تماما. خالد الصاوي طلع بالشخصيه اللي هو بيحب الحياه وبيضحك وبيهزر طول الوقت، بس طبعا بيبقى وراه قصه بيحاول ان هو يداريها، بس انت طبعا هتعرفها وانت بتتفرج. ومحمد سلام طلع بشخصيه جد ونادرا لما بيهزر، وبيروح يأجر اوضه في شقه خالد الصاوي في اسكندريه عشان شغله اتنقل هناك، وفي نفس الوقت هو بيمر بحاله اكتئاب وبيحاول ان هو يطلع من الحاله دي. وانت بقى بتشوف في الفيلم تعامل الشخصيتين دولت مع بعض بيكون عامل ازاي. وبس هي دي قصه الفيلم باختصار. فانا بقول لك اتفرج على الفيلم ده وعلى ضمانتي ان هو هيعجبك. وبس هم دول ال5 افلام اتفرج عليهم. ولو انت كنت شفت فيلم من ال5 افلام دولت قبل كده قول لي رايك فيه، اذا كان هو فيلم جامد وعجبك ويستحق ان هو يتشاف اكتر من كده، ولا هو فيلم عادي يعني. وبس كده اتمنى الفيديو ده يعجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش بس تعملوا اشتراك للقناه، وطبعا تعملوا لايك للفيديو ده، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.